السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار المقدمة من قناة أخبار تركيا بالعربي. اليوم لدينا في الخبر الأول: رئاسة إدارة الهجرة التركية تكشف عن قرار لا رجعة فيه. والخبر الثاني: قرار جديد بخصوص أزمات السفر. والخبر الثالث: حل جيد لمن يعانون من فواتير الكهرباء في تركيا. ولكن قبل البدء في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. كشفت إدارة الهجرة التركية عن قرار لا رجعة فيه، وأنه على جميع الأجانب في تركيا الانخراط في دورات الاندماج، وأنه يجب على جميع اللاجئين في تركيا حضور دورة الاندماج، قائلين أن دورات الاندماج الاجتماعي التي أطلقتها رئاسة إدارة الهجرة التركية بالتشارك مع وزارة التعليم التركية، التي تهدف إلى تعريف الأجانب المقيمين في تركيا على عادات وتقاليد المجتمع التركي. ولدينا في الخبر الثاني قرار جديد بخصوص أزمات السفر. قال موظف في مديرية الهجرة التركية أنه لن يتم قبول أي وثائق صدرت قبل أكثر من شهر باستثناء التقارير الطبية، الأوراق التعليمية الجامعية والمدرسية سارية المفعول خلال الفصل الدراسي. وما تبقى يجب استخراج وثائق جديدة في حال مضى 30 يوما على استخراج الوثائق القديمة كسند الإقامة وغيره من الوثائق. ولدينا في الخبر الثالث: حل جيد لمن يعانون من فواتير الكهرباء في تركيا. بحسب ما نشرته صحيفة جمهوريات، فإنه بعد ارتفاع تكاليف الطاقة بدأ المواطنين يبحثون عن طرق لخفض الفواتير. ويقولون خبراء الطاقة أنه هنالك أوقات زمنية معينة يمكن من خلالها خفض فواتير الكهرباء. الفترة الأولى هي فترة النهار بين 6 صباحا و10 صباحا. أما الفترة الزمنية الثانية بين 11 مساء و6 صباحا، عندما تكون الكهرباء أرخص. وبهكذا نكون قد انهينا أخبارنا اليوم. شكرا لكم على حسن الاستماع ودمتم بخير.